وبعد ما خلصنا شفنا أحداث كتير، وشفنا كمان بيان صدر عن المحامي بتاع الأستاذ ممدوح عباس. وده اللي احنا كنا بنطالب بيه، لأنه ما هو مش معقول برضو بعد الحاجات اللي احنا كشفناها أمام حضراتكم، والأمور اللي احنا اتكلمنا عنها، وكم الفساد المالي اللي موجود في نادي الزمالك. وكمان هتتفاجأ حضرتك النهارده بالفيديوهات اللي انت هتسمعها باعتراف القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك الحالي سليمان ولد وهدان الجوط، واللي هو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يحدث داخل القلعة البيضاء. خلينا دلوقتي بس قبل ما نخش في حلقتنا نتكلم على المباراة الأهم